السؤال الذي حير العالم بأكمله، هو احنا ليه بنأجل الحاجات اللي احنا لازم نعملها؟ عارف احساس لما تبقى قاعد ووراك حاجة مهمة ولازم تعملها بس انت مش قادر تقوم تعملها؟ بتحس كده ان في حاجة جواك عمالة تشدك لورا. كلنا عشنا الاحساس ده. مثلا تفتح الموبايل وقاعد بتتفرج على فيديوهات فتقول لنفسك خلاص انا الفيديو ده هيخلص هقوم اعمل اللي ورايا، فالفيديو يخلص فيجيب اللي ورا منه، فاللي ورا منه يجيب اللي ورا منه، ولما تبدأ ترفع عينك من الموبايل تلاقي اليوم خلص. لا والقصة ما خلصتش، ده انت كمان بتقول لنفسك خلاص مش مهم عادي بكرة هعوض. بس الحقيقة اللي انا وانت عارفينها ان بكرة عمره ما بيجي، محدش ضامن بكرة. فعايزك يا عزيزي البرو تحضر مشروبك المفضل سواء كان فنجان قهوة او كوباية شاي، وتيجي بقى نقعد مع بعض كده عشان نعرف بقى اصل الحكاية ايه. خلونا نجاوب على اول سؤال وهو احنا ليه بنأجل. اول حاجة لازم تعرف ان الموضوع لا هو كسل ولا ضعف منك، ودي اول حاجة لازم تفهمها، وده لان دماغك متبرمجة على انها تدور على الراحة وتبعد عن اي حاجة فيها شكل من اشكال التعب او المجهود. فانت يا عزيزي البرو اول ما تبدأ تحاول تبدأ حاجة محتاجة تعب او مجهود، عقلك فجأة يقول لك هوب يا عزيز البرو احنا ما اتفقناش على كده، احنا عايزين حاجه سهله ما فيهاش مجهود. زي بالظبط لما يكون في اتنين جواك، واحد عايز يطور نفسه ويحسن من حياته والتاني عايز يعيش اللحظه ويريح نفسه. وللاسف يا عزيز البرو الشخص التاني ده هو اللي بيكسب في اغلب الوقت. علماء النفس بيقولوا ان الوضع الافتراضي بتاعنا هو اننا بنقلل القيمه اللي موجوده في المستقبل وبنفضل المتعه اللحظيه اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. ما فهمتنيش صح؟ تعالى ابسط لك الموضوع شويه. يعني يا عزيزي البرو لو انا جيت كده خيرتك ما بين حاجتين، قلت لك تاخد 100 جنيه دلوقتي ولا تاخد 200 جنيه كمان شهر، عايزك ترد عليا في الكومنتات. بس انا عارف ان الاغلبيه هيختاروا ال 100 جنيه دلوقتي، لان دايما العقل بيحب ان هو يختار القيمه الفوريه او القيمه اللحظيه حتى لو كانت القيمة اللي في المستقبل أكبر وعايز دلوقتي. عرفت بقى إن الموضوع ملوش علاقة بإنك إنسان ضعيف وكسلان ومتخاذل والحاجات اللي إحنا نسمع عنها دي، هي بس الفكرة إن عقلك مش متعود على المكافأة بعيدة الأجل، هو بس متعود على المكافأة اللحظية. وده طبعا جاي من فرجتنا الكتيرة جدا على الريلز والدوبامين السريع والبلاوي اللي ما يعلم بها الا ربنا، فكل ده طبعا بيأثر علينا. يعني انا لو جيت قلت لك اقرأ كتاب، الكتاب ده هيفيدك جدا وهيعلي من قيمتك وهيزود من ثقافتك، فالكتاب ده انت مستحيل تخلصه في دقيقة زي دقيقة بتاعت الريلز خالص، لكن الكتاب ممكن ياخد منك مثلا يوم اتنين تلاتة وهتحس بالانجاز بعد ما تخلص الكتاب. فدايما عقلك هيجري ورا الدوبامين السريع، فالمسألة كلها تعود. نيجي بقى في اهم جزئية في الفيديو هي ازاي نحل المشكله دي. ابدا بخطوات بسيطه جدا ما تاخدش منك اي مجهود، يعني مفيش حاجه اسمها مش جاهز، في حاجه اسمها ابدا باللي تقدر عليه دلوقتي. يعني مثلا لما تقوم هتقرر ان انت تقرا كتاب، ما تقولش انا قايم اقرا الكتاب، قوم انا هقوم بس افتح الكتاب كده، افتح اول صفحه بس. احنا بس بنحل مشكله ان انت تقوم اول خطوه دي، لان اول خطوه دي تبقى اصعب خطوه. انا مثلا المفروض ان انا اتمشى كل يوم، فانا بس هتمشى 5 دقايق بس، 5 دقايق بس هتمشاهم. انا مثلا هقوم اذاكر، لا انا مثلا هقوم بس احضر بس الحاجه بتاعت المذاكره كده واكتب اول سطرين بس. فكره ان انت بتبسط الامور على نفسك قوي لدرجه ان عقلك هيحس ان الحاجه دي ما فيهاش مجهود فهتبدا تعملها. ما هي اللعبة هنا، هي التركاية في الحتة دي، عقلك بيهرب كل ما هو فيه مجهود فيخليك تقوم تعملها او ما تحسش ان انت بتقاوم نفسك وانت بتعملها. ما هي التركاية هنا، لان احنا عرفنا ان العقل بيهرب من اي حاجه فيها مجهود او تعب. فنعمل ايه؟ نبدا نسهل الامور ونبسطها على قد ما نقدر، وخطوه هتجيب خطوه. ويمكن من ضمن الحاجات اللي ممكن تساعدك برضو نظام البومودورو، هو ان انا بدل ما اقول انا قايم هذاكر ومش محدد عدد ساعات معينه، فعقلك يقول لك هوب انت رايح فين يا عم، انت هتقعد تذاكر ساعتين ثلاثه ومجهود وتعب، لا انا ما اتعودتش على كده. فتقول له لا 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 احنا بس هنذاكر 25 دقيقه بس. فكون ان هو عارف ان انا كمان 25 دقيقه هو مرتاح وان الموضوع محكوم وان 25 دقيقه بس مش حكايه ولا حوار ولا تعب ولا حتى مجهود، فيقول لك خلاص ماشي. هتبدا تاخد اول 25 دقيقه وتريح 5 دقايق، بعد كده تروح راجع تاني 25 دقيقه، فهتلاقي نفسك قعدت اشتغلت او ذاكرت ساعه ساعتين 3 ساعات من غير ما تحس. وهي دي التركايه. ولازم أن تكون فاهم يا عزيزي البرو ان المجهود مش في الشغل نفسه ولا في المذاكره نفسها، المجهود هو في الطلعه الاولانيه، هو في البدايه انك تقوم تتحرك، هي دي اصعب لحظه. لكن طالما فهمت عقلك بيشتغل ازاي وفهمت هو متعود على ايه وانت هتعوده على ايه، وعرفت ان عقلك بيهرب من المجهود والتعب، خلاص. فبص يا عزيزي البرو، كل مرة انت بتقول فيها هبدأ بكرة
فانت كل مرة بتأخر نفسك عن النسخة اللي انت نفسك تشوف نفسك عليها. عشان كده انا عايزك تبدأ من النهاردة، من دلوقتي. ولما هتبدأ زي ما اتفقنا نبدأ بخطوات بسيطة، حتى لو انت مش جاهز، حتى لو انت مش واثق ان انت ممكن تكمل، لان البداية ملهاش توقيت مناسب. البداية محتاجة منك يا عزيزي البرو نية حقيقية وجرأة. وافتكر دايما ان اي حاجة في الدنيا انت شايفها ناجحة دلوقتي، فهي لما بدأت بخطوات بسيطة، لدرجة ان اصحاب الحاجات دي عمرهم ما كانوا يتخيلوا النجاح اللي هم فيه دلوقتي. واشوفك الفيديو الجاي يا عزيزي البرو.